ازيكم يا حبايبي؟ النهاردة هنتكلم عن حاجة كلنا بنشربها كل يوم، القهوة. بس في حاجة مشهورة عنها، كتير من الناس فاكرين إنها بتسحب المية من الجسم. بس إيه الحقيقة ورا الكلام ده؟ تعالوا نكتشف مع بعض. في البداية خلوني أقول لكم إن الكلام ده مش صحيح. نعم، القهوة فيها مادة الكافيين اللي بتعمل تأثير مضر للبول، يعني ممكن بعد ما تشرب فنجان قهوة تحس إنك عاوز تروح الحمام، بس ده ما يعنيش إن القهوة بتسحب المية من جسمك. المهم نعرف إن الجسم بيعوض أي مية بتخسرها نتيجة تأثير الكافيين، لأن في النهاية القهوة هي سائل وبتحتوي على مية بنسبة كبيرة، يعني حتى لو في تأثير مضر للبول الجسم بياخد المية اللي محتاجها. وفي الحقيقة الدراسات العلمية بتقول إن تأثير الكافيين مش قوي بالشكل اللي يخلي الجسم يفقد كمية مية كبيرة. يعني لو كنتوا بتحبوا القهوة زي كده مش لازم تشيلوا هم إنها تسحب المية من جسمكم. الدراسة دي بتقول إن القهوة في النهاية مش هتسبب جفاف في الجسم لو كنتوا بتشربوا كميات معتدلة منها. بالعكس، القهوة ممكن تكون مفيدة لجسمك لأنها بتحتوي على مضادات أكسدة. وكلنا عارفين إن القهوة مش بس بتصحينا في الصباح، لكن كمان فيها طعم لذيذ بيدفي القلب. المهم، لو كنتوا من عشاق القهوة زيي ما تخافوش من تأثيراتها على المية في جسمكم. لو حابين تشوفوا فيديوهات تانية زي دي، عايزين تشوفوا المعلومة الحقيقية ورا الحاجات اللي دايماً بنسمع عنها، اشتركوا في القناة وخليكم دايماً فاهمينها صح.